إصابة محمد ناجي جده، وإنه الطبيب المصري الدكتور إيهاب علي قال ما كان يجب لهال سيتي ولا الطبيب الفريق هناك إنه يلاعب ناجي جده، إنه ضحى باللاعب من أجل مصلحة الفريق، وإنه ده كان خطأ. ايه الكلام الفاضي اللي بيتقال ده؟ الانجليز هنا ما عندناش الكلام ده كلام ناس، ده كلام متخلفين على فكره. مع احترامي للي قالوا، اللي يعرف الكوره الانجليزي ما يقولش الكلام ده. خلي الناس يسالوا، يعني كده ناس ما خرجوش بره وما سمعوش عن بره. مستحيل، استحاله واحد هنا مدير فني يلاعب، دي مسؤوليه جامده جدا وسمعته تضيع في الارض. هم مش فاهمين الحكايه دي. هو انا عندي معلومه مؤكده ان انا اسف ان انا بقاطع حضرتك، معلش سامحني، بس انا عندي معلومه مؤكده انه الدكتور ايهاب علي كلم طبيب الفريق في هال سيتي ونصحه انه ما يشركش محمد ناجي جده في المباراه، ورغم كده ما اخدش بنصيحته. لا، طبيب الفريق ده يخليه قاعد في مصر ويكلم نفسه، ما يكلمش الاساتذه اللي هنا. لا، ده عيب انه يعمل كده. لو كان قال كده، انا ما اعرفش انه قال كده، لو كان قال كده عيب انه يقول كده. بالاولى كان يعمل الكشوفات والفحوصات الطبيه على اللعيبه اللي عنده، ويتاكد بكل طريقه لان احنا عندنا بنعمل كده لما ناخد لعيب، بنعمل كده فحوصات دقيقه جدا واحنا بنشتري لعيب. انما ما بنعملش الفحوصات الدقيقه دي لما بكون واخد لعيب على اعاره 3-4 اشهر. بنعتمد على ان النادي اللي عنده لو ده في انجلترا ما تاخد 3 و4 و6 اشهر، ما تعملش الاجراءات اللي بتعملها لما تعين واحد 3 سنين او 4 سنين. طيب حضرتك يا فندم شايف ايه؟ استحاله ان في مدير عندي وعند غيري لعلمك انه يلاعب واحد ما هواش 99% سليم. ان اول ما عرف ان في حاجه، احنا النادي لعلمك جده لعيب ممتاز، وجده لو كان الموضوع اتساب لجده هو عايز يلعب، النادي هو اللي بيرفض انه يلعب. جده مستعد يلعب، النادي اللي بيرفض انه يلعب.